مبخوت يا مبخوت. شبيك لبيك مبخوت بين يديك. سر نظف القمامة الذي في الشارع. بغرجنا ما هو عب عليك مشو مستوى يا عم نازح. عايش من المستوى. سر نظف القمامة على الأقل نستفيد منك ونلقى لك فايدة. مشو أنا الذي رجمته. أنا داري بس القمامة لو ما تتجمع هكذا تبدأ الأمراض تتفشى وتنتشر ومنظر سيء ومزعج ورائحة كريهة، ولو كل واحد قال مشوا علي عتغرق الحارب بالقمامة. بس المفروض نتعاون كلنا. نبادر احنا وهم عيوا يساعدوك أكيد. أقنعتني. تحرك. آخر الزمان أنا مبخوت ابن مسحوت أنظف القمامة. يا زمن. يا جماعة نتشي نتساعد وننظف القمامة، ولو سمحتوا لحد يرمي القمامة هنا مرة ثانية، ورجاء انتظروا سيارة القمامة لو ما تيجي. اخذ هذا معك يا ولد. هيا طيب هذا معك. وهذا ايش هذا؟ وهذا يا عم ناصر. تسلية متعة بلا حدود.